بعد الفيديو بتاع شاكر وفيديو اسلام سعد موضوع غسيل الاموال، دخل عليا القطيع بتاعهم في التعليقات والرسائل الخاصه وبداوا يغلطوا ويشتموا وبيتكلموا بطريقه وحشه واسلوب وحش. حابب اوضح حاجتين بس. اول حاجه في الفيديو بتاعي قول التحقيق معاهم، ما بقولش يروح يتقبض عليهم ونحبسهم ونموتهم ولا الكلام ده، احنا بنقول بس يتحقق معاهم، لان الناس دي نزلت بباراشوت علينا فجأة. الحاجة التانية اغلب القطيع بتاعهم شباب او اطفال يعني تحت سن ال 18 سنة، يعني لسه عيال صغيرة مش فاهمة حاجة. فانا مش هلوم عليهم طبعا، انا بعاتب وبلوم على اهاليهم اللي مش عارفين يربوهم. مفيش مشكلة انك تحب حد فنان او رجل اعمال او ايا كان ايه هو ملته او شغلته يعني، لكن عندي مشكلة انك تحبه كأنك بتعبده، يعني كأن منزل من السماء، ما بيغلطش، ما بيرتكبش خطأ، ما بيعملش حاجة، ده حاجة كده ممنوع اللمس والاقتراب والتصوير. فحاول تخلي عقلك يعني احسن من كده شويه، عشان اسلوبك في الحياه لو هيبقى كده فانت بتضر نفسك، ما تنفعش نفسك. عارف ان حتى الكلام ده مش هيعجب ناس كتير، اخبط دماغك في الحيط. يعني كلامي ده لو مش عاجبك اخبط دماغك في اضخم عمود يقابلك في اي مكان. كلامي للناس اللي ممكن تستوعب الكلام، اللي هم عقلهم هنا مش في حته تانيه. نفس العيال الصغيره دي برضو داخلين يقول لك الحقد والحسد وانت بتحقد والكلام الفارغ ده يعني. طب ما انت عندك رجال اعمال كتير قوي في مصر، ما بنحكيتش عليهم ليه؟ او ليه ما بنجيبش سيرتهم؟ علشان مسيرتهم وتاريخهم، يعني السيره الذاتيه بتاعتهم واضحه على الاقل قدامنا وشايفينها وعارفينها. يعني عندك مثلا على سبيل الذكر مثلا الحاج محمود العربي مثلا صاحب شركه توشيبا، فانت هتلاقي ليه تاريخ من اول ما بدا وما كانش معاه جنيه لحد اما بقى مليونير او ملياردير ايا كان. عندك نجيب ساويرس وتاريخ عيلته معروفين ومعروف هو بدأ ازاي وانتهى ازاي. عندك بقى يعني عندك كشري ابو طارق مثلا، بدأ بعربية كشري صغيرة في وسط البلد، وبقى النهارده ما شاء الله عنده يعني سلسلة محلات كبيرة مصر وبره مصر. الفكرة هنا انت مش حقد ولا حاجة، هي دول اشخاص نزلوا بباراشوتات كده فجأة، ظهروا اتلمعوا في المجتمع، جابوا لهم شوية ممثلين قعدوا معاهم وتصوروا معاهم ولبسوا بدل من عندهم والكلام، وقال لك ده بيصنع لممثلين وبتاع. انا عايز اعرف بدايتك فين؟ انت كنت في بني سويف في محل صغير، عايز اعرف الانتقال ده يا عم، مش بحقد عليك، عاوز اعرف علشان عاوز اتعلم منك. قول لي انت وصلت ده ازاي عشان اخدك قدوة ليا يا عم، انا عن نفسي اخدك قدوة ليا واتعلم منك، يمكن ربنا يكرمنا يعني بسببك ولا حاجة. فالفكرة كلها يعني خلي فكركم اعلى شوية. السوشيال ميديا دست على دماغكم والله، العشوائيه اللي انتوا فيها دي يعني وحشه قوي. وبالنسبه للقطيع طبعا وتشدده يعني في الرد عليا بيدل على ان الناس دي بتصرف عليهم. شاكر واسلام سعد واي حد انا هعمل له فيديو والقطيع بتاعه يخش يرد عليا بالطريقه دي، معناها ان هو بيصرف عليك، هو اللي فاتح بيتك. لو هو فاتح بيتك وخيره عليك ده موضوع تاني بقى، يعني انا هعذرك ومش هتكلم، يعني مش هرد عليك اصلا في تعليقات ولا في رسائل بس.